أكبر فضيحة لمنتخبنا التونسي في كأس إفريقيا، لأنه كل الظروف للفوز متوفرة، ملعب رائع، جماهير كلها معاك، في ملعب مغربي، جمهور مغربي، طرد لاعب، لعبنا ساعة ونص، زايدين لاعب، ثم جينا عملنا حاجة ماهيش معقولة تماما، هشاشة نفسية غريبة جدا، دقيقة بالشدة دقيقة، 45,000 متفرج ومعاك وفي ملعب الدار البيضاء ولعبت بالزي الابيض، وجينا في الاخر ترفع العلم الابيض وتخرج. معناها سامحني، راهو اللي حسوا الشعب التونسي، وانا ناكد مش شعبويه، راهو نحكي لك بحسره ونعرف التونسي شنو هو قداش يحب فريقه ونحبوا نفرحوا ترى. راهو الشعب التونسي يحب يفرح شويه، راهو سندكم الاخر. وانا البارح حتى البارح الوطني اذا يغادر الكاس الافريقي من الدور ال 16 بعد هزيمته بضربة الجزاء ضد منتخب مالي. تفضل. فرصة سهلة باش نكونوا متواجدين في الدور الربع النهائي. اعطتنا الكرة المرة الأولى، المرة الثانية اعطتنا في 90 دقيقة، اعطتنا في وقت ضربات الجزاء، ما عرفناش نستغلوا الوضعيات هذوم الكل. دونك الكرة ما ترحمش في الأخر، في الكرة تعطي نصيب للمجتهد. واليوم المنتخب المالي تقريبا كما قلت أنت 95 دقيقة ولا 97 دقيقة ناقص اللاعبي، وكمل يبدا بلنديتي ضيع قبل عاود يريبوندي يرجع، وانت ما زلت ما تخمم معناتها. حتى وسط اللعبة معناتها 95 دقيقة ما سلمش، قعد عنده الثقة الكافية، عمل ترانزيسيون. منتخبنا مالوروزمون ما يعرفش يستغل اوقات الضعف نتاع الادفيرسير، حتى في ضربات الجزاء، في بارتو معناتها في كور دو جو، في ضربات الجزاء. هذه مشكلة شخصية اللاعب التونسي اللي مالوروزمون ما ينجمش يكون كونسونتري دورون معناتها 90 دقيقة وفي اوقات ضربات الجزاء. دونك هفوة قاتلة من مريح كلفتنا تعادل في وقت صعيب، في وقت كنا فيه مكملين كنا فيه ترشح في وسط اللعبة في ضربات الجزاء اللي صار من بعد الكل. بالنسبة لي وفات المباراة، انا بالنسبة لي في مخي انتهت المباراة. نورمالمون خرجنا ومعناتها منتصرين من 90 دقيقة. هذيك احكام الكرة. ان شاء الله ما ترجعش علينا الخيبة هذه بالوبال، قال الراجل، لانه كورتنا تعيش في وضع صعيب. ديسكاليفيكاسيون هذه جات الحقيقة بعد امال كبيرة ما تحصلناش على الكاليفيكاسيون. ان شاء الله نتداركوا في اقرب الاوقات. ياسين، خيبة ديسيبسيون كبيرة ومتوقع للأمانة. خلينا نكون واضحين، متوقع لأنه كثرة الأخطاء، كثرة الارتجال، كثرة الأشياء السلبية، سي تو في نورمال انك شو كرة قدم راهي ماهيش على المصحيح. كرة قدم تجتهد، تعطي حق الكرة، سي تو في نورمال. كيف المنتخب المالي لعب بإمكانيات ووصل المباراة، كان منضبط تكتيكيا، نقص عدد كانوا ملاعبين يسدون فون 150%، وانت ضيعت الكاليفيكاسيون على اخطاء فرديه وجماعيه، مع عدم توقع وعدم قراءه جيده للاعب، مع تغييرات فيها عده نقاط استفهام، مع تمشي تكتيكي متنوع من مباراه الى اخرى. مشاركه كوتي ديسيبسيون كبيره. ما علينا كان الناس المسؤوله على المداخله في الشان الرياضي تقف وتحكي وتشوف شنو هما اسباب الخيبات المتتاليه. احنا براتيكمون في تونس يعني كرة قدم ما نجموش ما نحكيوش على انها سبب سعادة الشعب. سي تو في نورمال. ديسيبسيون باش تخلي التوانسه كل اليوم يرقدوا متقلقين. بصراحة برشا حاجات للمراجعة، برشا حاجات للريكتيفي، برشا حاجات يعجز اللسان احيانا عن وصفها. لازم الناس مسؤولة على القرار في الكرة في تونس، ولازم حتى سلطة الإشراف، حتى الجامعة، حتى الإعلام، هيكل المدربين، هيكل اللاعبين، الناس كل لازمها تقف وتفهم شنو أسباب النكسات المتتالية لكرة القدم التونسية. لأنه ما احناش مستعدين احنا كمتابعين ولا كمحبين للمنتخب ولا كرياضيين إن نتعرضوا للنكسات المتكررة هذه. تعبنا فينا ما مكفينا بصراحة. والله صدقني مقدمين ضربة الجزاء باش واحد ديما هيك ركوب الأحداث وهيك الكلام الفضفاض واللي فيه برشا عاطفة. لكن بصراحة سي تو في نورمال كي تشوف الجمل في الفرق وتشوف المنتخبات كيفاش محضرة وكيفاش تشوف ليكيب ناسيونال نتاعنا. حارس جنوب افريقيا قال عندي كيف في وقت اللي تألق في كاس افريقيا الفارطة، قال عندي على كل جوار 10 فيديوهات يعطيوني ستاف، 10 فيديوهات نشوفوا وين يشوت،
هذه قداش من مرة في اليمين قداش من مرة في اليسار باش نجم نتألق. منتخب تونس إلى متى هذه السياسة الارتجالية؟ إلى متى احنا مازلنا نشدوا الابتعاد عن الأداء؟ سي تو في نورمال. قدامنا ايشيونس كبيرة، مش نحكي توا في المستقبل، طونك اللي ما نحكيوش على الماضي وما يكونش فيدباك جيد وما يكونش خاصة الآن لازم يتحل انكيت نشوفوا علاش تعدينا بجانب الحدث، باش على الأقل في احداث اخرى ولا في ديجيسيونس اخرين على الاقل نفرحوا شويه، خاطر الشعب هذا محتاج الفرحه وحنا يزينا من لي ديسيبسيون، سينو خلينا نشوفوا ديسيبلين اخرى نتبعوها ولا حاجه اخرى نفرحوا بها. واضح. كانت هذه استاد الديوان اليوم للاسف منتخب. تفضل. جوست كلمه فقط على التغييرات تقريبا في معظمها كانت مقبوله، لكن خروج حنا بعد المجبري نقطة استفهام كبيرة ولا غير مفهومة وغير مقبولة. اللاعب الوحيد معناتها اللاعب الوحيد اللي في المشاركة هذه في المنتخب اللي فرح التوانسة، أغلب اللاعبين ما كانوش في مستواهم العادي ولا في مستوى الحقيقة الآمال نتاع التوانسة الكل. سؤال أخير بخصوص ضربات الجزاء، هل كنا محضرين ضربات الجزاء؟ لأنه نريد أربع شوطات 3 منهم في الوسط. واضح نتاع ناس خايفه، هذه ناس ماهيش مركزه وخايفه. هذيك هو هل كنا محضرين نحن؟ والتحضيرات واضح ماهيش على القدر الكافي باش تخليك تنجح في ضربات الجزاء. واضح. شكرا لك. اعطتنا الكره المره الاولى، المره الثانيه اعطتنا في 90 دقيقه، اعطتنا في وقت ضربات الجزاء، ما عرفناش نستغلوا الوضعيات هذوم الكل. دونك الكره ما ترحمش في الاخر، في الكره تعطي نصيب للمجتهد. واليوم المنتخب المالي تقريبا كما قلت انت 95 دقيقه ولا 97 دقيقة ناقص ملاعبي وكمل يبدا بلندياتي ضيع قبل عاود يريبوندي يرجع وانت ما زلت ما تخمم معناها ولا حتى وسط اللعبة معناتها 95 دقيقة ما سلمش، قعد عنده الثقة الكافية، عمل ترانزيسيون. منتخبنا مالوريزمون ما يعرفش يستغل اوقات الضعف نتاع الادفيرسير حتى في ضربات الجزاء في بارتو معناتها في كور دو جو في ضربات الجزاء. هذه مشكلة شخصية اللاعب التونسي اللي مالوريزمون ما ينجمش يكون كونسونتري. إذا متابعينا الكرام، بعد فضيحة المنتخب مالي من ثمن النهائي كأس إفريقيا المنظمة بالمملكة المغربية، التونسي فتحي مولد جن جنونه بعد هذه الخسارة المذلة ضد المنتخب المالي، بحيث أنه قال بأن كل الظروف متوفرة من قبل البلد المنظم وكذلك الجماهير المغربية التي كانت تساند المنتخب التونسي للفوز، وكذلك بعد طرد لاعب من مالي، وكذلك بعد إهدار مالي لضربة جزاء أولى والثانية، لكن لم يستغل المنتخب التونسي هذه الفرص وتم إقصاؤه بشكل كارثي، وكذلك إقصاء كارثي، وكذلك فضيحة للمنتخب التونسي. إذا المتابعين الكرام، بغيتكم كاملين تكتبوا لنا بزاف التعليقات أسفل الفيديو، وبغيتكم كاملين توصلوا هذا الفيديو كما شاف لايك باش يطلع الفيديو ده وشوفوه الإعلام العربي والإعلام العالمي.